احنا الراي عندكم نفتيه على اساس مثلا. احنا نريد بالنسبه للعقلاء ان شاء الله يكون معنا اجتماع معهم الليله، وسنبين لهم ما لدينا وقدروا عليه. طيب يا اخو خلاص. وهم يطرحوا قراراتهم وهم يامروا علينا ما نامر عليكم. واحنا الهدف اولا نخلص النيه لله، لاننا بنموت، يعلم الله كم باقي من اعمارنا، نحن الا سبب في فعل الخير. القبيله اليمنيه اتبهذلت وتعبت تعب غير طبيعي، سواء من الحوثي ومن التيارات الاخرى. تعبت. الحزب ذا يقلبها يمين، والمنظمه هذه تقلبها يسار، والحوثي قد هو ذاك اللي يريد يجتثها من الجذور. فهذه المطارح هي مطارح كرامه لكل قبيله يمني، سواء كان شيخ اما الشيخ متحمل مسؤوليه، لكن صغير كبير ذكر انثى. اليمنيين ينبغي لهم ان يتخذوا قراراتهم. اليمنيين تاريخهم عريق، تاريخهم هم الذين نصروا الاسلام وهم الذين فتحوا الفتوحات الاسلاميه. يجيك واحد يبيع قاتل يبي يقلب الامه على راسها، ما هو سهل الكلام. احنا ان شاء الله من بعد المغرب نتخذ الشخصيات ونتحدث بكل ما قد خضنا فيه باذن الله. واحنا منقصين، احنا بغينا نجلس معكم اليوم وجمع وصجه وما بالكم والله انهم يسالون دول خارجيه لا من اليمن ولا من السعوديه. الناس ذولا اللي بغوا يطموكم ويطموا ذولا ارتفعت رؤوسنا بهم، يشهد الله صدق، وارتفعت رؤوس الموجودين. ما بالكم وافي وما هي غريبه عليكم يا مراد، مش مجامله، ما هي غريبه عليكم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الصفوف تنصر دين الله قبل كل شيء.